ذلك حمدان الحمدان، بينما ورقة وحيدة موجودة. نتابع الكرة ملعوبة عالية للأمام. نعم، يسجل فريق استقلال خوزستان نتيجة غير طبيعية الحقيقة على الضغط الكبير اللي يأتي على مرمى الفتح والعرضيات الكثيرة اللي تأتي على مرمى الفتح والكرات الكبيرة أيضا و12 ركلة زاوية هي موجودة. يأتي الهدف الأول من أبو الفضل الظهير الأيسر، يسجل إذن الهدف الأول لاستقلال خوزستان، يتقدم بأول أهداف هذا اللقاء مع الدقيقة 80. شوف الكرة الماضية، شوف ركلة الزاوية وحيدا خلف المدافعين. نعم، أبو الفضل يسجل إذن اللاعب رقم 30 يسجل إذن أبو الفضل علي أول أهداف مع الدقيقة 80. يتقدم نادي استقلال خوزستان بأول أهداف هذه المباراة.